السلام عليكم ورحمة الله. شاهد بالفيديو عزيزي المتابع، مندوب فلسطين يطرد مندوب المغرب عمر هلال بعد حصولهم على مقعد دائم بهيئة الأمم بعد ضغط دبلوماسي جزائري. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. حاول مندوب المخزن المغربي لدى هيئة الأمم المتحدة عمر هلال اقتناص الفرص الدبلوماسية وركوب الوجه على ظهر جهود الجزائر والظهور بمظهر إعلامي أمام الرأي العام الدولي، وكأن له الفضل في هذا الإنجاز التاريخي لفلسطين، أو أن بلاده كانت من بين الدول المساهمة في هذا الإنجاز. وفي لحظة تاريخية صنعت تفاصيلها الدبلوماسية الجزائرية وبلا فخر، جلس مندوب فلسطين الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة السفير رياض منصور على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضعت أمامه لافتة كتب عليها دولة فلسطين في أكبر ضربة دبلوماسية وجهتها الجزائر للدول المعروفة وأعوانها طبعا من أجل المباركة، حيث ظهر عمر هلال الذي تجمعه علاقات قوية مع مندوب الكيان لدى هيئة الأمم المتحدة، وهو ما صنعته أمجاد الجزائر الدبلوماسية وليس أمجاد المخزن، غير أن السفير الفلسطيني قابله بشكل عادي دون الحرارة التي توجه بها المهرج المغربي، مسببا له إحراجا دبلوماسيا أمام المجتمع الدولي. شاركنا رأيك عزيزي المتابع، والسلام عليكم ورحمة الله.